السلام عليكم، تحية مجددا إلى جميع الأصوات الحرة داخل وخارج أرض الوطن. معكم المعتقل السياسي السابق نور الدين العواج. تتم الحلقة الأولى لنسردوا لكم فيها المعاناة والألم ديال المسيرة النضالية ديالي أنا، اللي أدت بي إلى مسلسل الاعتقال والاختطاف التعسفي. كما ذكرت لكم في الحلقة السابقة على المعاناة وعلى الحصار وعلى الظلم السياسي اللي تمارس عليا انا والعائله ديالي. هذه اساليب اللي ما زالت مستمره. كما كتعرفوا هذا الباب ديال المساومات اللي كنفتحوه معايا، سير تخدم، سير هادي سير هادي، سدوه الخوت. تعالوا نجي نقول لكم تفتح باب اخر. شنو هو هذا الباب؟ هو باب ديال التضييق والحصار والقمع. ما بغيتيش تشد الطريق، اجي خذ الطريق وبقى يتمسك بالمواقف ديالي، بالمبادئ ديالي ديال المقاومه وجيش التحرير، واللي علمني المرحوم الدكتور المهدي المنصرة، الاستاذ ديالي، اللي قال لي ما معنى قيمه القيم، كيفاش نتمسك فوق الضيق، فوق الحصار بالمواقف. هذا هو باش كنستمر، باش كتناضل. كتعرفوا الخوت، العائله ديالي من سنوات الرصاص وهي كتعاني. حتى واحد في خوتي ما خدام، رغم انه عنده شواهد ودبلومات الى اخره. هذه السياسه ديال التجويع، هذه السياسه باش يركعوك. نور الدين من 2012 كان خدام، جرعوا عليه من الخدمه، عده خدامي فيما خدمت كيجرعوا عليا، درت فراشه جرعوا عليا فين ما كنت. ما بغيتيش تشد الطريق، غادي نهجو معك هاد السياسه. وهاد السياسه هي راه واضحه، اما كتشد الطريق واما كتشد الطريق. هاد الطريق كديك الانتهازيه، هاد الطريق كديك الحبس ولا الروضه. راه واضح، لان خوت طريق الحريه ماشي سهله، ما نفرشش بالورود. طريق الحريه فيها الام، فيها معاناه، هي احساس، هي شعور. راه نور الدين ماشي هو نور الدين اللي جاب كاك. شكون اللي خلى نور الدين يخرج؟ راه هو ذاك الماضي الاليم، راه هذيك الحقره وهذيك الاهانه وهذيك المعاناه اللي تمارست علينا سنوات راسيه اللي خلات نور الدين يخرج. ونور الدين كان يتواجد في جميع الحركات الاحتجاجيه، جميع الاشكال النضاليه كان كيتواجد في اينما كان الظلم، فذاك موطني. ولهذا تعرضت للضرب والقمع الهمجي في الميادين، في مسيره ديال دانيال مغتصب الاطفال، ومع الاساتذه الذي فرض عليهم التعاقد. وشفت المجزره بعيني وكنت حاضر فيها ديال الشهيد عبد الله حاجيلي، اللي كانت ابشع صور القمع الهمجي. والتواجد ديالي مع الدور الصفيح ومع الفراشه ومع المقهورين ومع اصحاب الافراغات ومع الغلاء المعيشه وفواتير الماء والكهرباء ومع حركه 20 فبراير، هي المرجع ديالي وهي اللي خلاتني نستمر ونناضل. من بعد اخر قمعه اللي غنتعرض فيها هي الذكرى المجيده ديال 20 فبراير 2021. جاو قالوا لي دبانتك كتزنزن، وهذا الفيديو موثق بانه كيقمعوا فيه واحد القمع اللي هو كان غيؤدي بيا الى الاغتيال. موثق، وفيديوهات بزاف ديال القمع اللي كنذكر لكم راه موجودين. غنفتح غنسدوا هذا القوس وغنذكر لكم قوس اخر اللي ذكرنا لكم في الحلقه السابقه ديال المحاكمه ديالنا اللي غتكون في الحسيمه، اللي اعتقلنا سابقا في 2017 21 يوليوز من مقر المجاهد البطل محمد عبد الكريم الخطابي. صافي مشينا بحالاتنا، كان الدرك الملكي، حنا مشينا بحالاتنا، ما بقى دزنا عند الجندار، ما دزنا عند وكيل، ما دزنا المحكمه لا والو. في 2019 كنتفاجئوا، كنتحاكموا غيابيا ب5 شهور و500 درهم غرامه ماليه. شكون اللي خبرنا؟ واحد المعتقل ديال حراك الريف بالحسيمه، عيط لنا قال لنا واش عندكم شي مشكل في الحسيمه؟ قلت حنا ما عندنا حتى شي مشكل في الحسيمه، حنا مرات تعتقلنا راه بقينا عند الدرك الملكي وخرجنا بحالاتنا. الا لا عندكم مشينا عيطنا واحد المحامي ديال حراك الريف بالحسيمه، مشى بحث لينا، جاب لنا المعلومات، قلنا فعلا نتوما راه محاكمين ب5 شهور و500 درهم غرامه ماليه وبتهم اللي هي خطيره وسياسيه. شنو هي؟ اهانه هيئه منظمه، تحريض على جنحه، ومشاركه في مسيره غير مرخصه وتم منعها، وعده تهم. هادشي راه خطير جدا. نط انا درت واحد اللايف وفضحت فيه هاد المكائد ديال المخزن اللي كان يطبخ ليا باش يعتقلني. قلت علاش هاد الناس ما استدعونيش؟ عندي لاكارت ناسيونال ديالي، انا غير خارج ارض الوطن، علاش
كان واحد التنديد اللي هو وطني ودولي على قبل هذه الممارسات وعلى قبل هذه غير حقوقيه. يومين دازت ويجيبوا لي الاستدعاء الخوت، جابوا لي الاستدعاء باش نمشي نتحاكم في المرحله الاستئنافيه ديال الحسيمه. المرحله الاستئنافيه ديال الحسيمه باش كان الزفزافي جابوه من الريف يتحاكم في الدار البيضاء، حنا من الدار البيضاء للريف. مشينا حضرنا الجلسه، ولكن ماشي نور ديالي كيتحاكم. الخطير في الامر، علاش هزيتي التصويت عبد الكريم الخطابي، علاش مشيتي لدار عبد الكريم الخطابي، علاش خليتي ديك معركه انوال المجيده. كان عبد الكريم الخطابي كان حاضر في الجلسه، هو اللي كيتحاكم. لكن هنا ماشي انا اللي كنتحاكم، الذاكره، التاريخ، المقاومه هما اللي كتحاكم. لان هذا النظام مخزني عنده عقده مع الذاكره، كما يقول لك من لا ماضي له لا مستقبل له. نيت اللي بغينا نشوفوا المستقبل ديالنا نبشوا في التاريخ ديالنا، وغنعرفوا الحقائق ونعرفوا الجرائم ونعرفوا مجموعه من الخبائث. لان الاجيال اليوم محتاجه للذاكره، محتاجه للتاريخ تعرف. وبقات المسلسل استمر بشكل يومي ضد التهديدات ديالي في التليفون، في الوقفات الاحتجاجيه. هذه غتجي الملف ديال الصحفي الحر سليمان الريسوني اللي جا تزامن مع كورونا، وهاد كورونا اللي استغلها النظام المخزني باش تكميم افواه وقبر واعتقال الاصوات الحره. وفعلا شفتم في كورونا تم مجموعه من الاعتقالات اللي تعتقلت فيها انا وصحفي عمر راضي، ومسلسل ديال الاعتقال سعيد العالمي والى اخره. سليمان جا يومين قبل العيد، بقات لي العيد اعتقلوا. علاش بالضبط تعتقلوا في العيد؟ وكتجيبوه حتى العيد، كما تحكمتوا عليا انا في عيد الكبير، كما اعتقلت عمر راضي بقات لي يومين في عيد الكبير، اعتقلت سليمان في عيد الفطر، بقات لي يومين عيد الفطر باش تنكدوا العائلات، باش العائلات تعيشهم في العذاب. هادشي ذقناه في سنوات الرصاص، وضاقوا معايا عائلتي في الاعتقال ديالي. نكدتهم عامين كما عيشتهم، نكدتهم، جرحتهم، حيتوا هذيك الجرح ديال الماضي. هادشي ما عمرو غيتنسى. هاد الالام وهاد المعاناه وقت النعاس وقت ما عمري غنسى هاد الالام وهاد الجرح اللي عانيته عائلتي، حيت ظلمتونا. حنا ماشي مجرمين، حنا ماشي اللي هربنا الثروه، حنا ماشي اللي ضربنا الميزانيات. حنا بغينا غير تكون هذا الوطن يكون فيه الكرامه، وتكون فيه الحقوق، تكون فيه المساواه، وتكون فيه الشعب تكون عنده قيمه، تكون عنده سياده. شنو الذنب ديالنا حنا درنا في هذه البلاد؟ شنو الذنب ديالنا؟ شنو الواقع ديال البلاد فين غادي؟ الواقع كيبكي. فين غاديين بينا؟ بدا هذا المسلسل ديال هذاك سليمان، نزلت ضامنت مع سليمان. كان هذا الملف ما بغى يقرب لي حتى شي واحد، ما خصو يقرب لي حتى شي واحد. عمر راضي كان قبل منه، قبل ما يتعتقل بشهر 3 شهور، اسس لجنه التضامن مع الرفيق ديالو. اعتقلوه وداروا لي نفس التهمه، غير هي في شكل التهمه ديال سليمان ديال عمر، هي التهمه ديال توفيق بوعشرين، هي التهمه ديال بعثو. المسلسل واحد والمخرج واحد. هادشي اساليب خطيره جدا اللي ولات كتستعمل. نزلنا عرفنا في الظرفيه ديال كورونا ما كاينش اللي كينزل الميادين، ما كاين حتى شي واحد. نزلنا كنضامنوا في اشكال نضاليه، اشكال ابداعيه. بدات كتجيني التهديدات، بعد من هذاك الملف سير بحالاتك في التليفون، بلطجيه، شنو نقول لك، حصار، ولا كلشي بنادم ولا بنادم بقات تدوينه كيديرها. كيفاش نخلوا الصحافه الرفاق ديالنا والخوت ديالنا غيتعاقلوا في الحباسات الى اخره. كانت واحد الاعتصام ديال عائلات في السجن عند عكاشه. كانت واحد الشجره كنا كنلصقوا فيها لافتات وكنضلوا حدا على الشمس. جاو قطعوها. ساليت واحد النهار ديك الشجره، زدت بحالاتي بغيت في الطوبيس وما وقفوا عليا. السلام عليكم، السلام، لا كارت النصوال ديالك، شكون معاك البوليس. طن اجي بقات تبقى يضربوا بالتليفونات بعضياتهم نص ساعه. سميتك انت هادي؟ ويقولوا لي بحال هكا ولد الحاج جمع حوايجك، ساعتك قربات، عرفت راسي غنمشي للحبس. في شهر 5 خوت غتبقى لي شهر ونص باش غنتعتقل. شهر 5 كنقول لكم. صافي مشيت بحالاتي. بقات بدات في شكل تليفون، ديما كيجيني التليفون البلطاجيه كيعايروا فيا، كيسبوا فيا. باقي عندي تدوينات في ماسنجر، نشدوا امك، نفعلوا امك، نديروا امك، السب والشتم الى اخره. غتجي الوقفه ديال سليمان اللي غيبدا المسلسل ديال الاعتقال ديالي. الخوت راه هادشي اللي عاودنا لكم غير النقطه، راه معاناه ندوز فيها نور الدين راه ماشي هو هذاك. راه كان هادشي كنت مخبي عندي، ما عمري ما عاودته شي واحد.
ما عمري عاودت لشي واحد. جيت اليوم باش نقسم معكم كيفاش جا هذا الاعتقال. راه جات تراكمات نضاليه، جات تراكمات ديال المعاناه، جات تراكمات ديال التضييق، جات تراكمات ديال الحصار، جات تراكمات ديال التجويع. الا كانت الناس خدامه وكتفكر دير في المستقبل ديالها، نور الدين مسدين عليه جميع الابواب، لا هو ولا العائله ديالو. باش راه ملي تعتقد عرفتوا عليه بزاف شي حوايج. الهم ديالي اجتازو هنا معايا هنا، واليوم جيت نفتح قلبي ونفتحوا لكم نعرفوا كيفاش كيفكر وكيفاش كيكونوا في الدوله ديال الاستبداد. لهذا الحلقه القادمه غيكون التشويق، وغيكون المعاناه، وغيكون الخروقات اللي تعرضت للمحاكمه ديالي والفبركه ديال الملف والتهم اللي توجهت ليا. كنقول لكم تبعوا الحلقيات ديالي اللي غيكون فيها مجموعه من النقاط، مجموعه من الانتهاكات جسيمه لحقوق الانسان. وتحياتي للمعتقلين السياسيين.